صباح الخير يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم على اسماء مدرسين انا سمعتهم في فتره المراجعه. بجد من غير المدرسين دول انا ما اعرفش انا كنت هراجع ازاي. ممكن يكون المدرسين اللي هقول اسمائهم كمان مش مشهورين، بس بجد المدرسين دول فرقوا معايا جدا جدا جدا. هقول لكم اسماء مدرسين في الشرح وفي الحل كنت بسمعهم في المراجعه، وكمان في الفيديو ده هجاوب على الاسئله اللي اتبعتت لي الفتره اللي فاتت عن نراجع مع مين او نسمع مراجعه مين، واقول لكم انا كنت مشتركه في المنصات اصلا ولا لا. كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تدعسوا لايك لهذا الفيديو، تعملوا اشتراك للقناه لو اول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد هنزله. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه بس قبل ما اقول اي حاجه، انا مش بعمل اعلان لاي مدرس من المدرسين دول خالص نهائي، بجد والله العظيم. انا بس قلت لكم اسماء المدرسين دول عشان بجد هم فرقوا معايا، وفي ناس كتيره دخلت سالتني عن اسماء المدرسين، فانا قلت اعمل فيديو واقول لكم في اسماء المدرسين اللي انا كنت بسمعهم واللي بجد كانوا فارقين معايا جدا. اول حاجه وهي قناه مستر محمد ماهر. انا كنت بسمع مستر محمد ماهر في حل العربي، كنت جايبه كتاب الامتحان بحل فيه لوحدي في البيت، وانا بحل في الكتاب كان في حاجات كتيره جدا بتقف معايا في الحل. كنت بسمع قناه مستر محمد ماهر في الحل، بجد الحل بتاعه كان بيعجبني جدا جدا، والقناه دي بجد من احسن القنوات اللي انا سمعتها في حل العربي. مستر محمد ماهر كان بيحل بكل منطقيه، وكان بيعجبني حله جدا في ان هو ما كانش بيختار الاجابه على طول ويقول لك مثلا هي دي الاجابه وبس، هو كان بيجيب كل اختيار ويقول الاختيار ده غلط ليه، وبعد كده يقول لك الاختيار الصح كان ايه بالمنطق. يعني لما كان بيختار اجابه من الاربعه كان بيرجع تاني للثلاث اختيارات التانيين ويقول لك هم غلط ليه بالمنطق. انا كنت بستفاد جدا من ده، واعرف ازاي ممكن افكر في السؤال، بدات ان انا الاقي ان انا مستواي بيتحسن بعد كده في الحل. القناه دي بالنسبه لي كانت اكتشاف وقتها، وكانت فارقه معايا جدا جدا جدا، لان انا زي ما قلت لكم ان انا كنت بحل كتاب الامتحان لوحدي في البيت، فكنت بحتاج ان انا لو في حاجه وقفت معايا ان انا اسمع لها حل. تاني قناه في الفيزياء وهي قناه مس اماني منصور. مس اماني منصور برده كنت بسمعها في الحل. مس اماني منصور يا جماعه دي بجد انا مش محتاجه ان انا اتكلم عنها اصلا، انا قلت لكم عليها في اول السنه، وبجد في ناس كتير قوي راحت اتفرجت على الفيديوهات بتاعتها وجم قالوا لي ان هم مبسوطين جدا ان انا قلت لهم على القناه، وان هم الشرح فارق معاهم جدا جدا والحل فارق معاهم جدا جدا. مس اماني منصور كده ليها طريقه مميزه كده في الحل، وبتحل بطريقه سهله جدا، تحسسك كده ان الماده سهله، ان مش بتاخد وقت ومجهود في الحل، بتفهمك الحل بكل بساطه وبتحسسك ان الماده سهله جدا. برضو وانا براجع كنت ببقى سابقه المدرسين في المراجعه، فكان بيقف معايا اسئله وانا بحل، فكنت بحتاج ان انا اسمع شرح الاسئله دي، فكنت بدخل على قناه مس اماني منصور، بجد الحل بتاعها كان حلو جدا 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 جدا. في قناه تانية برضو كنت بسمعها في الفيزياء وهي قناه الفيزياء والحياه. كان لما مس اماني منصور مثلا ممكن تتاخر شويه في حل الباب اللي انا عايزه احله مثلا، كنت بسمع حل قناه الفيزياء والحياه، وبجد برضو الحل كان بيعجبني جدا جدا جدا. انا انصحكم في حل الفيزياء تسمعوا قناه مس اماني منصور وقناه الفيزياء والحياه. القناه اللي بعدها وهي قناه جيو ماجد. انا بقول لكم دلوقتي قناه جيو ماجد لان انا اكتشفت القناه دي متاخر، وبجد انا ندمانه جدا ان انا اكتشفت القناه دي متاخر، لان انا لما بدات اتفرج على الفيديوهات بتاعته انا كنت بسمع في فيديوهات المراجعات النهائيه بتاعت ليالي الامتحان، وكانت كمان حل، وبجد الحل عجبني جدا والشرح عجبني جدا، وفهمت ليه وقتها كل الناس بتتكلم عن قناه جيو ماجد وانه شرحه حلو جدا في الجيولوجيا. فانا انصحكم ان انتوا تسمعوا المراجعات بتاعته من دلوقتي، بجد الفيديوهات بتاعته كانت جميله جدا والشرح بتاعه كان جميل جدا جدا جدا. فلو في ناس فيكم ما بتاخدش درس في الجيولوجيا وحابين ان هم يشتركوا منصه، ممكن تشتركوا مع جيو ماجد، او لو الفيديوهات بتنزل فري على اليوتيوب اتفرجوا عليها. انا ما اعرفش بصراحه هو بينزل فيديوهات المراجعه فري على اليوتيوب ولا على المنصه، انا بصراحه ما اعرفش. انتوا بقى ادخلوا شوفوا هو عامل نظام المراجعه ازاي واتفرجوا، ولو الشرح عجبكم اشتركوا معاه. في الاحياء انا كنت بسمع حل القناه مستر احمد الشرقاوي، بجد الحل بتاعه كان حلو جدا جدا برده، كان بيعجبني جدا جدا. ما كنتش بسمع مراجعات غير للمراجعات ليالي الامتحان بتاعه الدكتور محمد ايمن، بس المراجعات كانت وقتها طويل، كانت تقريبا 6 ساعات و5 ساعات، فانا حرفيا كنت في وقت امتحان الاحياء ده كان اخر ماده، فكنت خلاص بجد لو انا بمتحن وانا بطلع في الروح، يعني كان خلاص طاقتي حرفيا وقتها كانت بتنتهي. انا ما كنتش بسمع المراجعه كامله، كنت بسمع بس اول جزئيه من الفيديو، بعد كده ما كنتش بقدر ان انا اكمل، بس الفيديوهات كانت وقتها عجباني. فانتوا لو حابين تتفرجوا على الفيديوهات اللي بينزلها دكتور محمد ايمن برده الشرح حلو جدا. طبعا هتلاقوا اغلب اسماء المدرسين اللي انا قلته لكم دلوقتي اسماء مدرسين في الحل، بس ان انا كنت معتمده اكتر على مراجعات المدرسين اللي كانوا عاملينها في السنتر، لان انا ما وقفتش الدروس وكنت بنزل، فكنت معتمده اكتر على مراجعات المدرسين، واللي كنت بحتاج له حاجات كان الحل، عشان طبعا كنت ببقى سابقه في الحل، فكنت بحتاج ان انا اعرف حل الحاجه دي او اعرف انا غلطت في الحاجه دي ليه. فالمدرسين دول انا لقيتهم بعد بحث طويل في الحل.
الاسئله بقى اللي انتوا سالتوها لي، نسمع مراجعه مستر محمود مجدي ولا مستر محمد عبد المعبود؟ طبعا المدرسين شرحهم حلو جدا 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 جدا، انا بحب شرحهم جدا، بس انا كنت بسمع في الفتره بتاعه الشرح مستر محمود مجدي لان الفيديوهات بتاعته كانت اقصر شويه، وانا من الناس اللي بصراحه احب اسمع الفيديوهات الاسرع. يعني مش معنى كده ان شرح مستر محمد عبد المعبود ما كانش بيعجبني، لا كان بيعجبني الشرح جدا، بس انا كنت بحس ان الفيديو اطول شويه، فكنت بسمع المستر محمود مجدي. بس انا لما دخلت دورت على الفيديوهات بتاعتهم لقيت ان هم منزلين الفيديوهات بتاعتهم في المنصه، يعني هم مش منزلين مراجعات على اليوتيوب، غير مستر محمد عبد المعبود هو اللي منزل مراجعات على اليوتيوب، ودي كانت بتاعه السنه اللي فاتت. طبعا انا ما كنتش بشترك في منصات خالص، ليه؟ علشان انا ما وقفتش الدروس، انا كنت بنزل الدروس، فكنت بحس ان انا هياخد وقت مني كبير قوي لو اشتركت في منصه وفي نفس الوقت نزلت الدروس، وكل ده كان هياخد مني وقت كبير جدا، فانا ما كنتش بشترك في منصات. فلما كنت بحتاج ان انا اسمع جزء من المراجعه كنت بتفرج على مستر محمد عبد المعبود، لان هو كان بينزل فيديوهات فري وقتها، مستر محمود مجدي كان بينزلها على المنصه. انتوا بقى تشتركوا مع مين؟ انت المفروض تسمع مستر محمود مجدي وتسمع مستر محمد عبد الفيديوهات العاديه، ولو حابب ان انت تشترك منصه مثلا شوف مين شرحه احسن بالنسبه لك واشترك معاه في المنصه. انا في العموم ما كنتش بسمع مراجعات الشرح بتاعه اليوتيوب قوي، ان انا زي ما قلت لكم ان انا كنت بنزل الدروس، فانا كنت شايفه ان ده تضييع وقت جدا ان انا اسمع مراجعات اليوتيوب وانزل مراجعات المدرسين واحل لوحدي واعمل كل الحاجات دي، كنت بحس ان ده هياخد مني وقت كبير جدا. وانا قلت لكم قبل كده مش شرط عشان في مدرس مشهور نزل مراجعه مثلا على اليوتيوب فانا هدخل اتفرج عليها عشان كل الناس بتتفرج عليها، لا، طالما انا واخده كفايتي من الحاجه وشايفه ان انا مكتفيه مثلا بمراجعه مدرس بنزل له، ايه اللي هيخليني مثلا ادخل على مراجعه على اليوتيوب واتفرج عليها واضيع وقتي علشان بس حد قال لي ان المراجعه دي جامده جدا، او ان انا شايفه ان كل اصحابي بيتكلموا عن المراجعه دي. لو انت شايف ان انت مكتفي وشايف ان انت فاهم الجزء ده كويس جدا، ايه اللي يخليك تروح تضيع وقتك في ان انت تسمع مراجعه معينه؟ لكن في ناس وقفت الدروس، وانا طبعا مش برشح ده، بس في ناس وقفت الدروس فهم بيحتاجوا ان هم يشتركوا في منصات. المدرس اللي انت عايز تشترك معاه في المنصه ادخل على الفيديوهات العاديه واتفرج على شرحه وشوف، لو حسيت ان الفيديوهات عجبتك او ان الشرح عجبك اشترك معاه في المنصه. بس في برضو ناس سالتني عن مراجعه مستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح، انا ما سمعتش مستر رضا الفاروق قبل كده ولا مستر محمد صلاح قبل كده. طبعا ناس كتير جدا بتقول ان شرحهم حلو جدا، بس انا كنت برضو زي ما قلت لكم ان انا كنت بنزل دروس، فما كنتش بسمع في العربي كتير، لان العربي ما كانش مستاهل ان انا اسمع مراجعات في الدرس وارجع تاني اسمع مراجعات على اليوتيوب وكده، فانا ما كنتش بسمع. بس انا سمعت وقتها ان كانت مراجعات مستر رضا الفاروق كانت بتبقى 12 ساعه و10 ساعات والكلام ده، فكنت بحس ان هي تضييع وقت جدا، يعني بالذات في مراجعات ليله الامتحان كانت بتهيالي المراجعه بتبقى 10 ساعات، فليه اسمع فيديو 10 ساعات في مراجعه ليله الامتحان مع اني ممكن في ال10 ساعات دول اعمل حاجات كتيره جدا وانجز حاجات كتيره جدا في الوقت اللي هو يعني اغلى وقت عندي هو ليالي الامتحان. فانت برضو لو عايز تشترك مع مدرس منصه ادخل واسمع المدرس ده وشوف الشرح، لو عجبك اشترك معاه، لو ما عجبكش شوف مدرس تاني. انا المدرسين اللي قلت لكم اسمائهم في الاول دول مدرسين في الحل وانتوا هتحتاجوهم جدا جدا، فعشان كده طلعت قلت لكم اسماء المدرسين دول، لكن في الشرح ادخل واتفرج وشوف مين هيعجبك، ولو عايز تشترك مع حد منصه اشترك معاه. وانا عشان اخر حاجه بقى اكون خلصت، في الكيمياء برضو انا كنت بحب اسمع مستر محمد عبد الجواد، فلو كنت هشترك منصه ده اللي انا كنت هشترك معاه منصه بقلب جامد، لان بجد الشرح بتاعه يعني مش محتاجه ان انا اتكلم عنه اصلا. بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. الناس اللي ما دعستش لايك في اول الفيديو يدعسوا لايك دلوقتي، وما ينسوش يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لهم كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله، ويشيروا الفيديو لكل اصحابكم علشان الباقيين يستفادوا ويعرفوا اسماء المدرسين دول. وبس كده، باي باي.